هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الفيديو بتاع النهارده من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، حاجات خلصتها ويا ترى هجيبها تاني ولا لا. ناس كتير بتتفرج على الفيديو يا جماعه وما بتعملش لايك للفيديو وما بتعملش سبسكرايب في القناه. بليز اعملوا سبسكرايب في القناه وشير مع اصحابكم ولايك عشان احبكم. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه في حاجات البشره خلصتها الميسلر ووتر ده بتاع سوب اند جلوري. ويا جماعه بجد من الميسلر ووتر الحلو جدا وعجبني وما بيعملش بالنسبه لي اي اريتيشن للعين او اي التهاب. من الميسلر ووتر الحلوه جدا وبتنظف البشره كويس جدا، بتنظف الميك اب حلوه قوي وبتشيل الماسكارا الووتر بروف. فمن الحاجات اللي عجبتني جدا. تاني حاجة الميسلر ووتر بتاع دكتور راشيل، برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا، كميتها كبيرة في نفس الوقت بتنظف برضو، بتزيل المكياج كويس جدا. هو اصلا بالهايلورونيك اسيد فهو بيرطب الوش، تحسي ان وشك مترطب كده بعد ما بتشيلي الميك اب. وبرضو ما عمليش اي التهاب في عيني لما بشيل بيه برضو مكياج العين. هو مكتوب عليه all in one، يعني هو برضو للعين برضو. فبصراحة عجبني قوي وهجيبه تاني. يعني انا ده من الميسلر ووتر اللي عجبتني جدا واعتقد ان انا هكرره تاني. تالت حاجة برضو ميسلر ووتر يا جماعة، معلش انا مش عارفة ايه الحاجات اللي خلصت معايا انا بستهلكها اكتر حاجة فعلا الميسلر ووتر ده. انا يعني بصوا بقوا فيه لسه شوية حلوين. هو مكتوب عليه انتي ايجينج وبرضه هيلورونيك اسيد. صراحة انا ما عجبنيش لان هو بيحرق العين، وكمان ان هو فيه نسبة كحول، فانا لما بحطه على بشرتي بحس كده بالتهاب في البشرة. ما عجبنيش وما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. بعد كده الغسول ده بتاع بيز لاين، ده غسول للوجه ومفتح للبشرة، بيعمل وايتنينج وتفتيح للبشرة. بصراحة انا جربته يا جماعة، هو لطيف جدا على البشرة. انا بشرتي زي ما انتوا عارفين بشرة مختلطة، فهو حلو قوي للبشرة المختلطة. بيدي كده تأثير لحظي، بعد ما بتغسلي فعلا بتحسي ان وشك فتح، بس دي بتبقى حاجة لحظية مش على طول. وهو 250 ملي وكان سعره معقول جدا، مش فاكرة طبعا، بس هو كويس. لكن مش ما اعتقدش ان انا هكرره في الفترة الحالية لان انا بجرب حاجات تانية. بس من الحاجات اللي انا ممكن اجيبها تاني، يعني بعد فترة كده ممكن ارجع اجيبه تاني. بعد كده الفيتامين سي ده من كولاجرا. بصراحة يا جماعة ما عجبنيش، حتى يعني تقريبا استخدمته كام مرة كده وخلاص، يعني مش قادرة اكمل تاني في استخدامه. لسه فيه شوية اهو. هو سائل قوي برضو، بحس ان هو كان بينشف بشرتي جدا. عارفة ان فيتامين سي بينشف البشرة، بس ده كان بينشف بشرتي بطريقة وحشة قوي. وما حسيتش يعني باي تغيير، يعني ما حسيتش باي حاجة مختلفة في بشرتي وانا بستخدمه، فعشان كده ما عجبنيش ومش هجيبه تاني. بعد كده الفيتامين سي سيرم، ده سيرم بقى ده من دكتور راشيل. وانا عجبني ان هو كنت حاسه ان انتي بتحطي حاجه كده كانت بترطب، يعني عكس بقى كولاجرا، يعني ما كانش بينشف بشرتي. فتحطي حاجه تحسي اللي هي بتبقى بشرتك كده جلوي شويه وستيكي شويه، فكان عجبني. بس هو مكتوب عليه فيتامين سي تركيزه قد ايه. انا خلصته لغايه الاخر اهو زي ما انتم شايفين، بس ما حسيتش برضو باي تغيير في بشرتي. حسيتش ان هو وحد لون بشرتي او اي حاجه. ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. هجرب انواع تانية، هجرب يعني فيتامين سي من براندات تانية وهشوف ايه الفرق، او اذا كان فعلا فيتامين سي عامه بيعمل اي تغيير او اي حاجه، اي توحيد لون زي ما بيتقال عنه، وهجرب واقول لكم. بعد كده الجرين تي سيرم ده من دكتور راشيل برضو. ده جربته يا جماعه برضو فتره لغايه ما يعني ده برضو خلصته برضو لغايه الاخر. هو لطيف على الوش، يعني بيعمل ترطيب بسيط قوي. هو المفروض يعني تحطيه وبعد كده تحطي بعده الكريم المرطب عشان
تحتفظي يعني اطول فترة، بشرتك تكون مترطبة. بس انا حسيت انه يعني ملوش لازمة قوي بصراحة، يعني طالما كده كده هحط الكريم المرطب بتاعي فخلاص يعني كفاية كريم. فمش شايفة ان هو بالنسبه لي ما فرقش معايا في حاجه، فما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. بعد كده السيرم الهيالورونيك اسيد سيرم من ايفا. هو الهيالورونيك اسيد عامه مينلي ترطيب، يعني هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيرطب البشره، فكان بيرطب لي فعلا بشرتي. هو بس ليه يعني ريحه ما حبيتهاش، ريحه كده، يعني الناس اللي دارسه كيمستري هتعرف ريحه الالدهايدز، الفورمالدهايد، حاجه كده ريحته قويه قوي، او ريحته عشان اقربها لكم زي الموز، وانا ما حبيتش الريحه دي، ريحه قويه كده. بس هو بيرطب كويس، وبرده بيدي لو كده للبشره، والملمس اللي هو بيبقى ستيكي شويه. فكنت حس يعني كنت بحس لما بحطه ان بشرتي فعلا فيها جلو. فهو طبعا ميزته ان هو كمان سعره رخيص بالنسبه لبقيه الهيالورونيك اسيد، بس ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني عشان ريحته. بعد كده الايلاش والاي براو من فولتين طبعا ده براند مشهور قوي ل يعني السيرم بتاع الايلاش والاي براو. بصراحه انا استخدمته لغايه ما خلص وما عملش معايا اي فرق، تقريبا قعدت شهرين او حاجه وما حسيتش باي فرق يذكر في ان حواجبي تقلت او رموشي تقلت، لا ما حسيتش خالص. فما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. بعد كده المرطب ده من لونا، مرطب الشفايف من لونا، هو بالشيا باتر. بصراحة عجبني جدا، حلو قوي، وسعره طبعا كان مش غالي، فاعتقد ان انا هجيبه تاني. بعد كده المرطب ده من مرطب الشفايف برضو من لينيج. لينيج اعتقد ان هو براند مشهور قوي، بس طبعا سعره غالي. ده هو ليب ماسك، يعني بحطه بالليل قبل ما انام، واصحى الصبح بصراحة بلاقي شفايفي مترطبة كويس جدا، وبيفضل على الشفايف. بس كمية صغيرة قوي، وتقريبا 60 جنيه او حاجة كده. ليه اجيب ده لما ممكن اجيب لونا اللي هو ارخص وبرضو بيدي نفس الافكت؟ فبصراحة ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. البرودكت ده من جوفاليتي برضو، ده مفروض ان هو ليب بالم، يعني مفروض ان هو برضو مرطب للشفايف. بصراحة يا جماعة انا استخدمته مرتين 3 مش قادرة استخدمه تاني. يعني بصوا، هو ستيك كده وناشف، وفيه زي كده زي حبيبات صغيرة كده، حاجة عاملة زي السكراب، بس انا ما عجبنيش، ما حسيتش باي ترطيب للشفايف. ما اعرفش اديله فرصة تاني او لا، بس حاساه ناشف على الشفايف قوي، ومش عارفة، هحاول اديله فرصة تانية، بس ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. بعد كده حاجات الشعر. اول حاجة الكونديشنر ده من كلاري، زي ما انتم شايفين اهو خلص على الاخر، بقى فيه شوية صغيرين قوي، مش حاساه واو، مش حاسة ان هو الترطيب الفظيع. ف ما اعتقدش ان انا بصراحة هجيبه تاني، ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. هو برضو مش رخيص، ب200 وحاجة، وفي نفس الوقت مش مديني يعني الترطيب الفظيع اللي هو يستاهل السعر ده. اللي متابعني على الانستجرام كنت اتكلمت في ستوري قبل كده، انا مش قادرة افهم ليه اللوكال براندز يعملوا حاجات اسعارها غالية واغلى من المستورد والكواليتي بتاعتها اقل. يعني انا ليه ادفع مثلا 200 وحاجة في كلاري وانا عندي بديل ومستورد وارخص واحسن، بس انا عشان عاملة مقاطعة فبضطر ان انا اجيب اللوكال براند. بس انتوا كده يا جماعة هتضطرونا ان احنا نجيب المستورد اللي احنا مقاطعينه، لان انا كده بالعقل ايه اللي يخليني ادفع فلوس اكتر في حاجة الكواليتي بتاعتها اقل؟ فياريت تراجعوا نفسكم في اسعار الحاجات دي علشان تبقى فعلا في متناول الناس كلها، ويعني ما تخلوناش ان احنا نضطر نعمل حاجة احنا مش راضيين عنها بسبب ان انتوا بتحطوا اسعار غير منطقية لحاجات هي اصلا لوكال براند. يعني بعد كده السيرم ده خلصته من فيتو. طبعا فيتو ده براند محترم جدا،
اكيد يعني كلكم عارفينه، بتاع الشعر. السيرم ريحته تحفة جدا جدا، يعني من الحاجات اللي بموت في ريحتها، احس انها حاجة كده يعني برفيوم كده غالي يعني. فحلو جدا طبعا. ومعرفش طبعا اذا كنت هقدر اشتريه تاني، لان ده من زمان قوي، فما اعتقدش ان انا هقدر اجيبه تاني بعد ارتفاع الاسعار الرهيب. وخاصة ان هو حاجة مستوردة، فما اعتقدش ان انا هقدر اشتريه تاني. واعتقد ان هو هي الفيتو شركة احنا مقاطعينها عشان هي شركة فرنسية، ف فمش هجيبه تاني. واخر حاجة خلصتها الزيت العطري ده من ذا هوم سنت، كنت جايباه من على امازون. هو وايت ميسك، ريحته تحفة يا جماعة، بحطه في الفواحة الريحة بتبقى فظيعة. كمان ممكن يعني بحطه في تعطير الهدوم، ان انا احطها في قطن كده وارميها في الدرج، تعمل ريحة الهدوم حلوة قوي. فبجد عجبني جدا ريحته، بس هو كان غالي على امازون. انا معرفش هو ده الطبيعي، بس هو ريحته عارفين زي ريحة جونسون كده بالظبط، زي شامبو جونسون، نفس الريحة بالظبط كده. بس معرفش السعر ده، يعني هدور تاني هل في زيوت عطرية نفس الكواليتي دي وسعر اقل ولا لا، لان هو كان 190 او حاجة كده. حاسه ان انا ممكن الاقي نفس الزيت ده والاقيه بسعر اقل، فهجرب واقول لكم. بس كده حلوين، كنت وصلت لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك وشاركوه مع اصحابكم، اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم وايه افكار لفيديوهات جايه عايزينها، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.